بتجمع نباتات داخل في نملة بتقطع، تاخد مثلا ورقة شجر وتقطعها او تقطع، في نملة ثانيه بتخلي، في نملة ثانيه بتجمع فرفات زي العسل وتخليها مثلا وقت التركيز، وقت الجوع الشديد او الصيام الشديد، وتروح مديها من العسل ده، بتتخزن في بطنها تبقى مليانه قد البالونه، وتقعد تقطع الغذاءات اللي هتجيلها. وبعد كده العسل ده يديله قطره قطره لكل نمله في المستقبل اللي يبقوا محتاجين السكريات. ومش عايز برضه انسى ان مينا واحد القطرين الشهير ملك مرمر مات بلدغه دبور، مات توفى بحساسيه شديده جدا ورمت جسمه ومات عن طريق لدغه حشره. طيب انا حابه يعني انهي الشق الخاص بالحشرات اللي هو النمل والنحل، بس عايزين نعرف كيفيه يعني الوقايه يا دكتور من الحساسيه. الوقايه من الحساسيه، نمره واحد نحن لازم نعرف ايه معنى كلمه حساسيه. الحساسيه اللي انا بتحسس ان انا بمشي في الشارع بشم حاجه او باكل حاجه المفروض الناس بتتعرض ليها ما يحصلهاش اعراض تحصل لي انا، يبقى انا بتحسس. ليه؟ لان الجهاز المناعي انا بيتحسس او بنسميه هو الهيف، ان هو بيتلكك او بينتظر اقل تركيز في المجتمع او البيئه للماده الفلانيه دي يحصل منها التاثيرات. في واحد تاني مثلا يشم كميه كبيره جدا من التراب ما يحصلوش حاجه، واحد بيمشي يشوف بس ذره وحيده من التراب يبتدي يعطس او يكح او يهرش، يبقى ده حساس او جهاز من عنده رهيف شويه. نمره واحد. نمره اثنين، ما دام انا عرفت ان في اسباب في البيئه والمجتمع، يبقى الفلسفه الجديده للشفاء من الحساسيه ان انا لازم اعرف الاسباب. ودي المشكله اللي محدش عارفها. يعني مثلا بس في تحاليل دكتور بتساعدنا لكن بيجيله حساسيه ايه؟ لكن حضرتك دلوقتي مثلا 10% من المصريين عندهم حساسيه صدر، 20% عندهم حساسيه انف، في الخليج من كام يوم 33% عندهم حساسيه انف، في بعض المناطق في استراليا 80% من الناس فيهم حساسيه انف، ودي كبيره جدا. دول لو عرفت السبب، لو انا عرفت الانسان ده عنده حساسيه للقط ما تلبسوش، عنده حساسيه للصوف ما تلبسوش، عندك حساسيه للمطاط ما تخليش ابنك يلعب بالكاوتش او يمسك الاستيكه او يلعب بالكوره. لو انا قلت له مثلا ان عنده حساسيه للمكياج، لازم تستخدم حوالي 13 نوع من المكياج في البيت فيهم 168 ماده يعمل له حساسيات في البيت. قلت له انا لازم مكياج عن الطفل، لازم لو سمحتي ممكن اخلي الطفل ده يعيش في سعاده. الحاجات دي كلها بنقولها للناس. مع بعض المأكولات بقى عنده حساسيه للكيمياء، عنده حساسيه للبصل، الموز، الله اعلم. ومش زي زمان كنا بنقول لبن وسمك اسطمبة، لا الكلام ده غير صحي تماما. فراوله لا على حسب النوع اللي عندي، وكل واحد ليه اسبابه الخاصه به، حتى يخلص الاخ من الاخوه. ويبتدي بعد كده نعمل برامج خاصه للمنع والادخال بعد كده واستخدام البدائل. مش هنمنع بقى من اللحمه ونسيب الجوع، لازم اديله بدائل. طب انا حابه برضو اسال الدكتور واعرف هل في علاقه بين فصائل الدم المختلفه وانواع الحساسيه؟ يعني لا مثلا فصيله الدم ايه بيعمل؟ لا 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 لا, لا مش بالمعنى ده خالص، مش المعنى مختلفه خالص. لان الحساسيات يعني شوف عندنا ناس 40,000 نوع من الاكل الطبيعي بناكله، وقدهم مثلا عشرات المرات الاكل اللي هو الحاجات الصناعيه الغذاء المصنعه. نعم. وعندنا الحشرات وعندنا المستنشقات، اسباب كثيره جدا. انا ممكن يكون مثلا عندي من 3 ل 13 نوع من المسببات بتختلف بقى. فهتلاقي لو عملنا التبادل التوفيق دي هتلاقي المسببات كثيره جدا جدا، وكل واحد ليه بصمه خاصه للحساسيه، بصمه خاصه الحساسيه بتاعته. ولو عرفتها وقدرت افك شفراتها، ده اللي بيخليني اوصل لكلمه شفاء، وان الناس ممكن تعيش في سعاده وتعايش مع التراب او تعايش مع المأكولات، وياكل العسل اللي كان محروم منه وياكل الموز اللي كان محروم منه وهكذا. وانا شخصيا في صوري انا كنت طالب في سنه رابعه طب، لقيت نفسي عندي حساسيه بريزه وبنهج ومش قادر، كنت في الدور الرابع مش قادر اقعد وصدري ابتدى يضيق وانا ما عنديش حساسيه. وانا اكتشفت ان عندي حساسيه اما الناس اللي كانوا في الدور الاول كانوا ليهم دوافع. كان زمان الدوافع ليها ريحه. ايوه زمان. دلوقتي ربنا يرجع الريحه دي، مع انها كانت حاجه طبيعيه جميله. ده كان يجيب حضرتك اما 4 ادوار اشم ريحه الدوافع في الدور الاول يبتدي صدري يضيق. قلت طب انا كمان ايه ده؟ مش بس كده، انا همنع الدوافع. وكده اللي انا عملته ده قبل ما كان علم الحساسيه يتقدم، ده من احد اللبنات الاساسيه للشفاء من الحساسيه، امنع الماده المسببه. بعد كده لما سافرت بعد اكتشفت ان عندي حساسيه للموز كمان. فمنعت الموز حوالي 20 سنه، وبعدين حسيت المانجا منعتها حوالي 15 سنه. كنت لما اجي مصر مثلا يعزموا عليها مانجا، طب خد كوبايه، طب خد قطره، طب قطع، لا يمكن. منعت الحاجات دي كلها، دلوقتي باكلها.
يبقى اهم يعني المنع. الانسان لو امتنع او منع فتره طويله يقدر يعود الى ان هو ممكن. انا كنت محظوظ ممكن. في غيري بقول انها 6 شهور، انها سنه، انها 4 سنين، انها 5 سنين، واقصى حاجه عنده انها 5 سنوات، والانسان ممكن يرجع تاني برضه. بس لازم اقول ان القمح ممكن ياخد منها اكثر من 7 سنوات. القمح بيطول شويه، صعبه شويه حساسيه القمح في 32 من البروتينات ممكن طولها شويه. بس في ناس يقول لك ايه، يقول لك بدون برضه بنعمل مثلا من الطماطم، طب انا هاخدها مره في الاسبوع، طب انا بعمل الدجاج، طب انا هاخد شوربه الدجاج بس، لا طب انا همنع اللحم. المنع يبقى ذات منع تماما ونوع من الصيام الشديد عن الماده اللي انا بحددها، ان شاء الله بيبقى فيه نتائج رائعه. أعزائي المستمعين مستمرون معكم حتى 1 بمشيئة الله، ولكن بعد فاصل.